فزع أمريكي من ترشح السيسي للرئاسة، حيث قالت مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية إن واشنطن تسعى بشتى الطرق لمنع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر. أوضحت المصادر أن الأمريكيين ينتهجون هذه الأيام سياسة جديدة تعتمد على إطلاق تحذيرات للسيسي من المخاطر السياسية التي ربما تواجهه حال ترشحه وفوزه بالرئاسة، ومن بينها إمكانية فقدان شعبيته الكبيرة بفعل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها مصر. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن خوض السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة يحمل ما وصفته بمخاطر سياسية كبيرة جدا بالنسبة لرجل أصبح زعيما شعبيا. الأوروبيون يحاولون من جديد إعادة الإخوان للواجهة، حيث كشف مصدر دبلوماسي أن اتصالات سرية تجري بين عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في الداخل والخارج ومسؤولين أوروبيين للتوسط لدى الحكومة المصرية الحالية لإجراء مصالحة وطنية وإقناع الحكومة بعودة الجماعة للعمل السياسي من جديد. وقال المصدر أن كاترين أشتون مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد يلعبان دور الوسيط في تلك الاتصالات.